الكائن الوحيد اللي الذكر هو اللي بيحمل وبينتج الأطفال. الرومانسي، لا ده رومانسي بزيادة يا صديقي. خليك معايا بقى واسمع عشان الكلام لسه هيحلو. حصان البحر صاحب الميكس الجميل، بيتلون بألوان زي الحرباية، عنده جيب كده زي الكنجارو، وعنده ديل زي القرد. أكبر حجم فيه 35 سنتي تقريبا، وبيعيش من سنة ل5 سنين. جسمه عظمي متكامل، هو سبحان الله صديقي عظم في عظم، مع انه ما عندهوش قفص صدري ولا سلسلة ظهر. ديله هو اللي مرن عشان يمسك بيه في أي حاجة، عشان كده بيحب يعيش في الأماكن الأعشاب البحرية والمرجان. حركة عينيه مختلفة، بتروح في اتجاهات مختلفة عشان يعرف يشوف كل الدنيا حواليه. والوحيد سبحان الله اللي بتلاقيه عايم وهو واقف كده، بس خيبة مش بيعرف يعوم اساسا. افرح يا صديقي، مش انت بس اللي مش بتعرف تعوم، اهو في حد زيك. بيتغذى على القشريات والعوالق والاسماك الصغيرة، ما عندهوش اسنان ولا معدة، جهاز هضمي بسيط جدا، وعشان كده بيحتاج ياكل باستمرار. طب ليه بقول لك رومانسي؟ اسمع. مبدئيا كده بيتجوز مرة واحدة بس، ويفضل مع الشريكة مدى الحياة. زي كده صديقي بالظبط، لما الانثى بتحمل اللي هي الحصانه يعني، بتحط كل البيض في جراب الذكر، والذكر بيفضل شايلهم من 9 ل 45 يوم، وبعد كده هو اللي بيولد. طب اسمع التقيله، الذكر بيقعد 8 ساعات يلف حوالين الكراش بتاعته كده، يقعد يوريها ويبين لها رومانسيته على طريقه رقصها يعني. 8 ساعات. مش انت صديقي عمال تجيب لي في ورد ودباديب؟ ورد ودباديب ايه يا عم، اسكت. طب جرب كده تعزمها على اكله حلوه. طب يا سلام بقى لو جبت لها شوكولاته او ايس كريم، انت كده خلاص يا صديقي، انت دخلت القلب. حصان البحر بيمشي مشبك ديله مع ديل شريكه الحياه للامان وهم ماشيين. حصان البحر يا صديقي من الكائنات النادره الغامضه الجميله قوي. حد منكم شافه قبل كده؟